السلام عليكم. النهاردة ان شاء الله هنعمل حواوشي زي بتاع المحلات بالظبط، وعندنا طريقتين للتسوية. اول طريقة هنعمله على الطاسة وهوريكم ازاي تعملوه ويطلع بالشكل ده ومستوي جدا من جوه وممتاز. وكمان الطريقة التانية طريقة الشواية، اللي بيحب يشوي انا على طول صراحة بشويه بيطلع تحفة ومستوي برضو من جوه ومقرمش من بره زيه زي الفرن بالظبط. شايفين شكله مستوي ازاي؟ يلا بينا على الطريقة. اول حاجة هنجيب 5 بصلات هحطهم في الكبة علشان نفرمهم، وعليهم نص حبة فلفل رومي. لو في فلفل اخضر ومفيش اطفال يعني ممكن ناكل حامي عادي، نحط احسن فلفل حامي. ونحط بقى شوية بقدونس، جربوه بالبقدونس بيطلع تحفة زي المحلات بالظبط. انا جبت الطريقة من احسن محل بتاع حواوشي عندي. هبتدي افرمهم كويس جدا في الكبة. على فكرة كل ما بنكتر البصل كل ما بيكتر لنا الكمية وبيطلع طعمه حلو قوي. هجيب هنا بقى 5 فصوص من الثوم وهدقهم مع معلقة كبيرة من الملح. انا هنا عملت بس نص كيلو لحمة. اللحمة المفرومة افضل بيكون فيها دهن، ما بتكونش كلها حمرة، ممكن يكون 3/4 لحمة حمرة وربعها يكون دهن. لو قدرنا نجيب الدوش ونفرمه يبقى حلو قوي معاه. انا هنا حطيت نص كيلو لحمة وحطيت معاهم الثوم المفروم وده البصل مع الفلفل والبقدونس المفرومين. نبتدي بقى نتبله. هحط نص معلقة ملح كبيرة، ونص معلقة من الفلفل الأسمر. احنا ممكن نزود في البهارات لو حابين نحط شوية حبهان وشوية جوز الطيب، بس أنا عملت ملح وفلفل بس. وكمان البابريكا، معلقة كبيرة من البابريكا، ومعلقتين كبار من الزيت. هنقلبهم كويس أوي مع بعض عشان التوابل وكل الخضار واللحمة يختلطوا ببعض. نعملهم زي العجينة كده، نعجن فيهم كويس أوي. خلاص كده انا خلطتهم كويس قوي. هو ده شكلها. خليها بقى على جنب. وعايزه اقول لكم احسن حاجه في الحواوشي العيش البلدي. انا كمان بعمله بالعيش اللي هو اللبناني شبه الشامي بس اخف منه شويه. انا هنا استخدمت العيش البلدي. احنا ممكن نفتحه من اتجاه واحد ونحشيه زي المحلات، بس انا مش بحب اعمله كده بصراحه. انا بحب اعمله 4/4، اللي بقى ان هو الساندوتش على قد الماسكة فنقدر ناكله لو في اطفال تاكل براحتها. وده بيسهل اكتر في طريقة التسوية، ما بياخدش وقت في السوى وبيخلص بسرعة. باخد كمية من اللحمة وبحشي بيها الساندوتش او العيش، وبنشوف لو الكمية اللحمة دي سمكها كده بالنسبة لي كويسة او كتيرة او اقل. انا شفت ان هي لا دي كتيرة هتاخد وقت في سوا اكتر، فبضغط عليها لحد ما اخفف الحشو شوية واشيلها من الجناب عادي.
ابتدي احشي واحد تاني واضغط تاني عليه بالطريقة ديت، ومفيش مشكلة لو العيش مقطوع منه حتة عادي، ما كده كده هيتلزق في الاكل. شايفين انا بعمل ازاي الحشوة؟ بفردها من جوه وانا بضغط على الساندوتش من بره. الطريقة دي بتقلل وقت السوى، وكمان بقدر ان انا اعمل فعلا كمية كبيرة. هوريكم انا عملت قد ايه بنص كيلو لحمة. خلصت الاربع ارغفة، حسيت ان انا محتاجة تاني فعملت كمان 3 ارغفة، هشوف لو انا محتاجاهم كلهم او انا مش هكملهم كلهم. عايزه اقول لكم ان انا كمان في اوقات كتير بحشي الحشوه كده بالعيش واشيلها كمان في الفريزر زي ما هي كده، ولما بطلعها بحطها على طول على الشوايه، بتطلع حلوه جدا وكانها لسه معموله حالا. انا كده خلصت كل الحشوه. انا عملت بالنص كيلو 6 رغيفه، فما شاء الله شايفه ان الكميه حلوه جدا بنص كيلو. تعالوا بقى نسويه. اول حاجه هعمله على الشوايه، انا عندي الشوايه ديت ودهنتها بس بشويه من الزيت، وخليت النار هاديه. بعدين بدأت احط الحواوشي، بحاول ارصها على قد ما اقدر اللي بيها ان هي تاخد اكبر قدر من الحواوشي. هسيبه كده شوية لحد ما احس ان هو هيبتدي ان هو يتحمر شوية، وابتدي اقلبه. شايفين كده خلاص هو اتحمر شوية، ببتدي اقلبه على الاتجاه التاني عشان يكمل سوا. كل ده والنار هادية عليه، انا مش معلية النار عشان ما يتحرقش. انا خلاص كده قلبتهم كلهم الاتجاه التاني. هبتدي بقى اشوفهم هما كده خلاص استووا ولا لسه. شايفين شكله عامل ازاي؟ شايفين اللحمة من جوه عاملة ازاي، ماسكة نفسها كويس وماسكة كمان في العيش واستوت كويس جدا من جوه. خلاص كده انا خلصتها. هبتدي بقى اشيلهم من على الشواية، وكل ده على نار هادية وما تحرقش العيش، ومش محتاج فرن ولا حاجة، ويطلع مقرمش وحلوة جدا. شايفين كله استوى. انا هبتدي اشيله بقى من على الشواية. تعالوا بقى اوريكم الطريقة التانية للسوا. تعالوا نعمله على الطاسة. هنا بقى جبت طاسة ما بتلزقش، بس اول ما دفيت حطيتها على النار، واول ما دفيت بدأت ادهنها بالزيت وابتدي اضيف الحواوشي. دهنت وشه كمان بالزيت، وغطيته. كل ده على نار هادية، ما تعلوش النار عشان ما يتحرقش. سيبته شوية وادي شكله. شايفين محمر ازاي؟ زيه زي الشواية بالظبط. هقلبه الاتجاه التاني واسيبه يكمل سوا. ما تنسوش كل ده على نار هادية. شايفين شكله عامل ازاي؟ متحمر وشكله جميل ومستوي جدا من جوه. عايزه اقولكوا الطريقه دي كمان حلوه جدا. الطريقه التالتة بقى للسوا ان احنا نعمله في الفرن. في طريقتين، ان احنا ممكن نشمعه كده على الطاسه ونبتدي نلفه بورق الزبده ونحطه على الشبكه بتاعه الفرن،
ونسيبه يستوي او نحطه على صاج اي حاجة. الحاجة التانية ان احنا ممكن ما نشمعهوش، وبعد ما نحشيه نلفه بورق الزبدة وبرضه نحطه ان هو يستوي في الفرن برضه على نار هادية علشان ما يتحرقش مننا، ويبقى برضه شغال عليه المروحة ومن فوق وتحت. وبس كده، وبألف هنا وشفا. انا قدمته هنا مع بطاطس محمرة وشوية خضار متقطعين وفلفل حامي. وهنا قدمته مع سلطة الطحينة وشوية طماطم وفلفل حامي. وبألف هنا وشفا. اتمنى يا رب تكون الوصفة عجبتكم، وان شاء الله نتقابل في وصفات تانية كتير.